أهلا بيكم. أكيد كتير مننا اشتغل بإكسل قبل كده، واللي ما اشتغلش بيه أكيد سمع عنه في شغله في دراسته، بحكم إن هو إكسل من أشهر البرامج الموجودة في المجال في عملية عرض وتحليل البيانات. بس خليني أقولك على حاجة، معظم الناس اللي بتشتغل بإكسل بتعتبره إن هو مجرد جدول أنا بضيف فيه شوية داتا، بضيف فيه شوية أرقام، بعمل فيه عمليات حسابية. بس في الحقيقة إكسل هو أداة قوية جدا، قادر إن هي تخليك تبذل أقل مجهود في أسرع وقت ممكن وتوصل لنفس النتيجة ويمكن أحسن كمان. وقادر كمان إن هو يخليك تبني فورميلاز ذكية جدا تمكن الشيت بتاعك إن هو يكون شيت مستقل بذاته. أنا سالم ماجد، أنا مهندس ميكاترونكس، شغال حاليا في مجال البحث والتطوير. بقالي 4 سنين بشتغل بإكسل. بداية شغلي مع إكسل بدأت إن أنا بيجيلي شوية داتا فأنا المفروض إن أنا هشتغل عليها، بس كنت بعمل الشغل ده مانيوال، كنت بعمل كل حاجة بنفسي كتابة. ما كانش فيه بقى معادلات، ما كانش فيه فورمولاز، ما كانش فيه حاجة ادفانسد كان اسمها ماكروز، دي أنا ما كنتش أعرفها. بس مع الوقت المهارات دي اتطورت عندي، وبدأت نظرتي للداتا اللي هي ممكن تجيلي بدأت تختلف. إزاي أنا ممكن أعمل الشغل المطلوب مني في أسرع وقت ممكن وبأقل مجهود. وهي دي العقلية والمهارات اللي أنا هشاركها معاكم إن شاء الله في الكورس ده. الكورس اسمه Excel Formulas Mastery Solve Work Problems Like a Pro. الكورس متقسم ل 11 شابتر، كل شابتر منهم بيكفر جزء معين جوه اكسل، وكل شابتر من دول هيساعدك ان انت تنمي مهاراتك، بداية من اول البيزكس خالص انك شخص اول مرة يتعامل باكسل، وصولا لحد الاحترافية في كتابة الفورمولاز بتاعت اكسل عشان تقدر تهندل الحاجات الداتا كتير اللي ممكن تكون موجودة عندك في الشيت بتاعك. كل شابتر منهم هياخد منك وقت ماكسيمم من 20 ل 30 دقيقة، ممكن يكون أقل حسب قدرتك، حسب أو سرعة استيعابك للمعلومة. اوكي، نقدر نلخص ال 11 شابتر دول نلخصهم ل5 كاتيجوريز. الكاتيجوري الأولاني هو البيزكس اند نافيجيشن. الكاتيجوري ده الشباتر اللي جواه بتكفر ايه؟ بتكفر الاكسل نفسه عامل ازاي، شكله، التابات بتاعته، الشكل، السيلز، الروز، الكولومز، ازاي اهندلهم. الكاتيجوري التاني وهو بيتمثل بالفورمولاز اند لوجيك. هنتعرف بقى اول الفورمولاز خالص، الفورمولاز البسيطه جدا، ايه الفانكشنز اللي موجوده جوه اكسل زي الاف، sum، subtract وهكذا. وهنتعرف على بدايه اللوجيك، الحاجات المنطق اللي بنستخدمه في كتابه الفورمولاز. طيب، الكاتيجوري الثالث اللي بعد كده وهو اللوك اب اند تكست فانكشنز. انت جوه السيل بتاعتك انت ما بتكتبش بس ارقام، انت ممكن تكتب تكست، ممكن تكتب اسامي، ممكن تكتب اي حاجه. فحتى ايفن التكست دول ليهم فانكشنز وليهم دوال محدده موجوده جوه اكسل تقدر تستغلها وتستفيد منها. الكاتيجوري الرابع وهو الاناليسيس تولز. هنبتدي نشوف بقى الداتا اناليسيس، نبتدي بقى نتوسع بقى في الفانكشنز بتاعتنا اللي احنا بنشتغل عليها ونشوف هنقدر نستفيد منها ازاي. واخر حاجه خالص وهي ريل ابلكيشنز. بعد ما تخلص الكورس نظرتك للاكسل هتختلف، هتلاقي نفسك بتشتغل باكسل بثقة أكبر، عارف إن أنت شخص محترف دلوقتي، تعرف الشغل الروتيني اللي بيتعمل أنت تقدر تخلصه بخطوات بسيطة جدا، ممكن فورميلا واحدة توفر عليك وقت كبير جدا. وده هيساعدك إن أنت يعلي البوتنشال بتاعك جوه شركتك حاليا في شغلك اللي أنت فيه دلوقتي، أو هيفتح لك مجالات تانية جوه الاتش ار مثلا، أو ادمن، أو عايز تشتغل في المبيعات، عايز تشتغل في السيلز. كل الحاجات دي هيكون متاحة ليها بسبب الابليكيشنز الكتيرة اللي اكسل بيوفرها وبيدعمها. مستنيكم تنرول في الكورس ان شاء الله. and let's work smart not hard.